أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ظبط وكلمني. معاكم الكو هوست دوحة والهوست ماكسس. بس مش هنقف عند كده، عندنا ضيف النهارده اول مره يجي، اسمه ابو سمره. قول هاي يا ابو سمره، او التحيه بتاعتك. مساء الخير يا شباب، ايه الاخبار؟ احنا مبسوطين جدا ان احنا معانا ابو سمره النهارده عشان هنتكلم عن موضوع محتاجين فيه بدل فردين ثلاثه، عشان كل واحد هيضيف حاجه جديده من عنده. هنتكلم النهارده عن الذكاء الاصطناعي او الاي اي او الارتفيشال انتليجنس. ابو سمره، عرفنا كده عن ايه الانواع المختلفه الموجوده. والله لو عايزين نتكلم عليهم فهو الموضوع كان بدأ مع شركة اسمها اوبن اي اي 2022 23 في الرينج ده. الشركة دي وعدت الناس ان هي هتقدم لهم نموذج ذكاء اصطناعي لغوي، يعني برنامج تكلمه ويقدر يرد عليك بناء على ملايين الردود الموجودة عنده، يحاول ان هو يحلل كلامك يفهمه ويقول لك رد مناسب. فبدأوا بشات جي بي تي، فطبعا لما نزل الناس كلها اتجننت بيه، ده انا بكلمه وبيرد عليا، بس الناس كانت فرحانة بيه. طبعا اوبن اي اي ما وقفتش عند شات جي بي تي، طرح نماذج جديده. شات جي بي تي 3.5، شات جي بي تي 4، شات جي بي تي 5 اللي هو في سنه 2025 السنه اللي فاتت. جوجل ما سكتتش، كان عندها مشروع اسمه ديب مايند، نزلته تقريبا اول 2023 كده، حولت اسمه من ديب مايند لجيميناي. فجيميناي كان متفوق على شات جي بي تي في ان جيميناي بيقدر يشتغل مع نصوص صور فيديوهات. حبه ظهر لنا كلاود، حبه الصين ما سكتتش، قالت انا كمان هنزل بالحاجات بتاعتي، نزلت بديب سيك. في ليها كذا نموذج، في نموذج اسمه، عايز افتكر لك اسمه، مشهور قوي، مانتوس مانوس، حاجه مانوس تقريبا. يعني كل شركه وبلد بتحاول تحط بصمتها في الموضوع. انت كده اتكلمت عن ديب سيك وجيميناي وتشات جي بي تي، بس هي فكرة انت قلت جيميناي احسن من تشات جي بي تي عشان النصوص والصور والفيديوهات، بس هي فكرة مش تشات جي بي تي برضو عنده نفس الامكانية دي، بس ورا حيطة ان انت تدفع سبسكريبشن عشان يبقى عندك صنع فيديو وصور وكده، يعني غير محدود او عموما. بص، هو دلوقتي تقدر تقول ان كل النماذج تقريبا بتقدم نفس الحاجه، بس بيقدموا لك محدوده. يعني مثلا انا كنت بستعمل جروك، تديله الفكره وهو ينتجها، بس بتبقى محدوده شويه ومش دقيقه، وطبعا عشان تاخد احسن حاجه يقول لك ادفع. فالحاجات اللي هي المدفوعه دي انا مش بفضلها. دي حاجه. الحاجه التانيه، اصبح دلوقتي في جيميناي معاهم تقريبا نموذج اسمه ميني بانانا او كريزي بانانا، مش متذكر. ده نموذج متخصص في انتاج الفيديوهات، بس الاشتراك بتاعه يبدا من $300. انا كنت فاكر ان انا استخدمت جيميناي يعني دوحة ابتدى يقدر يقول الموضوع ده اللي هو ان جيميناي استخدمناه عشان اخلي دوحة يبقى واقف مع موديلز ويعملوا كيس مع بعض. واحدة مع موديل والتانية مع واحد صاحبي، فقشطة يعني. انت بهدلتني مع كل الناس يعني. فكرة الصور وإن ال AI بيعمل صور هي حلوة، بس لازم يبقى لها restrictions أكتر. يعني كان في خبر انتشر إن الشات على تويتر هو مدعوم من جروك، وجروك نموذج بيقدر إن هو ينتج صور. فبقى في ناس تخش تديله أوامر اللي هو إيه، امسك الشخص ده خليه لي عريان ونزل صورته أونلاين. فمن ساعة ما اتفتحت الحكاية دي، لسه معمولة قريب يعني، تويتر الدنيا بقت بايظة فيه شوية. فلازم يحطوا restrictions أقوى من كده على النماذج دي، يعني في ناس دماغها تعبانة. هو السؤال فعلا يعني جروك معلوش ريستريكشنز؟ انا ما كنتش اعرف. هو كان خبر انا كنت شفته ان كروك، ايلون ماسك شايل من عليه كل الريستريكشنز اللي كانت موجوده، وقال لك بقى ايه، هنسيبها للحريه. انا كنت مش عارف المعلومه دي، يعني انا كنت سمعت خبر ان تشات جي بي تي عايزين يرفعوا بعض الريستريكشنز على الكلام وبرضه صنع الصور والفيديوهات، عايزين ان هم يرفعوا الريستريكشنز دي عشان بيقولوا ايه، المستخدمين بتوعنا كلهم بالغين، لازم نعملهم على اساس ان هم بالغين. هل عملوا حاجه في الخطوه دي ولا كان مجرد كلام؟ هو في الغالب كلام، لان اغلب الموديل دي لما تيجي تطلب منه، مثلا ساعات بعمل ايه، قاعد زهقان محتاج ادخل على موديل معين، ابدا اقول له على افكار في دماغي عشان نكتب قصه. فالقصه انا يعني عايز اضيف فيها عناصر معينه، ممكن يبقى فيها عنف، جريمه، مش عارف ايه. فبيجي عند نقط معينه يقول لي لا والله اللي انت بتكتبه ده مش هينفع. ليه يا عم الحاج؟ اللي انت بتقوله ده بيخترق القوانين. يعني لما يقول لك ان هو غلط عشان مثلا في degradation للwomen او حاجه زي كده. لا مش بالظبط، مش ديجريد فور وومن، بس الفكره في ايه، انا مثلا بكتب
البطل بتاعها هيخلص من ضعف، تبقى فيه ايه ايبك فايت بين الاثنين، فتوصف له الفايت تخلي الفايت ايبك يبقى فيه ايه بلادي سين، هو بيجي عند بلادي دي ويقفش، اللي هو لا مش هينفع اكتب الكلام ده كده بتخترق الريستريكشنز بتاعتك. انت فعلا هاوي للموضوع بتاع الايبك فايتس. اصل انا يعني بعيد عن تشات جي بي تي وجيميناي والحاجات دي، في برنامج جميل قوي على البلاي ستور او ما اعرفش برضه مخلي موجود على ابل ستور برضه، اللي هو اسمه تشاي CHAI ده يعني حلو جدا. ممكن تعمل عليه رول بلايز فيها فايتس، فيها بلاد، فيها فايلنس، فيها كل حاجه من الاخر، ما فيش ريستريكشنز خالص. وتقدر انت تعمل البوت بتاعك، تكتب اسمه، تكتب صفاته، تكتب ذكرياته، كل الحاجات دي موجوده. بس مشكلته الوحيده ان هو بالانجلش بس، ما فيش عليه عربي، العربي بتاعه مش حلو. هي الفكرة إن في اللغات بتحس إن يعني اللغة اللي أنت بتتولد بيها بتحس إنها مؤثرة عليك أكتر من اللغة التانية اللي بتتعلمها والتالتة وهكذا. أنا مثلا في الذكاء الاصطناعي لما اكتشفت إن تشات جي بي تي فيه عربي، وعربي يعتبر مصري عامي، فرحت قوي. يعني قلت يعني حسيت فعلا إن أنا بتكلم بني آدم. يعني رغم إن الواحد بيستخدم إنجليش بيتكلم مع الناس، بس برضه بتحس إن هو مش مؤثر عليك زي اللغة الأم بتاعتك اللي هي اللي بتتولد بيها. العربي بتاعه اتطور جامد الصراحة، العربي بتاعه اتطور جامد جامد يعني. أنا لما بخش أتكلم معاه لسه عامل مثلا أكونت جديد أو كده، فأقول له إزيك، يبدأ يكلمني باللغة العربية الفصحى، أقول له لا بص حسسني إنك ابن بلد كده وتكلم معايا مصري، يقول لي ماشي يا باشا. وبقى كمان بيشتم كمان، خد بالك قلبه جامد شوية. أسأله سؤال يقول لي بص هو أنت السؤال اللي أنت بتسأله ده في ناس كتيرة بتتلخبط فيه، هجاوبك من غير لف ودوران ولا هي فكرة ان بعد الريستريكشنز اللي حاطينها دي ومع ذلك ممكن تفلت منه، بس هو المفروض اصلا ما يشتمش. والحاجة التانية تحس ان في فرق ما بين تشات جي بي تي العربي والانجليش. يعني العربي تحس ان هو بيطبل لك كتير. انا لما اجي بتكلم معاه يعني مثلا انا عايز ابعت له شات تمام، وعايزه يحلل يعني الكلام اللي قلته ده كلام منطقي ولا لا، فاهم؟ فبقيت اقول له دي محادثه بين اتنين صحاب عشان ما يطبليش. لكن لو قلت ان الكلام ده انت اللي كاتبه، فاهم؟ ممكن لا هتلاقيه بيطبل لك جامد يعني. هو الشات جي بي تي مصمم اصلا ان هو يعمل سبورت لليوزر بتاعه على اي حاجه هو بيقولها، يبان فريندلي وسبورتيف ليك قوي ومش عارف ايه، فهتلاقيه لما تيجي تقول اي حاجه بيطبل لي. هو الكود بتاعه اتبنى كده. لو عملت مصيبة بس هو اللي ممكن يعني يقول لك لا اللي انت عملته ده غلط وكان المفروض تعمل كذا، فاهم؟ في سبورت برضه. الحاجة اللي عايز اقولها بالنسبة لموضوع ان انت قتلت دي، يعني من انهم ما يعملكش سبورت فيها، كان في قناة كده لواحد راجل اقرع، والله ما فاكر اسمه ايه، بس كان بيتكلم شات جي بي تي بالانجلش صوت وكده، فبيقول له انا قتلت حد. فشات جي بي تي بيقول له لو عايز تتكلم عن الموضوع ده انا موجود. فده بيقول له انا قتلت حد، يعني واخد بالك؟ فبيقول له، فشات جي بي تي برضه بيقول انا موجود عشانك وهنا عشان ادعمك وعشان اساعدك وكده. فاللي هو يعني حتى لو انت قتلت حد، شات جي بي تي مش هيهتم. دي حاجه تنفي النظريه اللي انتوا بتقولوها. بس يعني عندك فكره هم ليه بيخلوا الموديل هدف ان هو يدعمك؟ ايه الهدف من كده؟ والله رأيي في الموضوع إن هو عايزك تحب المنتج بتاعه وتستعمله وما تروحش للمنتجات التانية، رأس مالية بحت. بس طبعا في يعني نماذج تانية حلوة زي جروك. بس جروك يعني إيه، لو هنتكلم عنه كنموذج، بقول لك جروك ساعات بيبقى عنيف شوية في الكلام معاك. يعني كان مثلا في برومبت شفته أونلاين يقول لك إيه based on the information you know about me post me in every way you can use Arabic Egyptian language. راح يديله البرومبت ده يبدأ يجمع كل الشات بتاعك اللي عنده ويطلع لك بقى إيه غسيلك الوسخ، بيمسكك يغسلك، مفيش بقى سبورت ولا اعزام، بيهزقك بهدلني من الاخر. بس ده في جروك بس، يعني ما جربتهاش في اي حاجه تانية. ايه اسوأ حاجه قالها؟ والله مش متذكر لاني رحت متضايق منه ورحت مسح الشات بسرعه. متضايق من انت؟ اتضايقت من الاي اي؟ اصل هو بياخد اللي انت بتقوله له فاهم ويحوله كله لكلام سلبي، ما بيرحمكش. ما انت بتفضفض معاه في حاجه هيروح ماسكك بقى ايه دايس لك على الجرح بالجامد، انت فاشل وانت لا شكرا يعني بتكل الله. كما قال عمو حسن حسني طب يا سيدي شكرا. اه بس ده ذكاء جامد قوي. هو
ده يدخلنا على السؤال بتاع اللي هو لما بتيجي تتكلموا مع المودلز دي بتحسوا ان انتوا شايفينه بني ادم زيكم، ولا برضو بتبقوا شايفين خلال الوهم بتاعه ان هو برضو مجرد اي اي وما يستحقش ان انتوا تتعاطفوا معاه او تعاملوه كويس؟ بالنسبه لي مهما اتكلمت معاه افضل شايفه كاي اي موديل بس، ده برنامج مصمم لغرض معين، لسه ما امتلكتش الوعي ولا المشاعر الانسانيه، انت بس بتنفذ اللي انا بقوله لك. يعني اقول لك اللي هو ايه، عايزك تتكلم كويس معايا هتعمل، عرفت ترخم معايا في الكلام بتعمل، ما بيقدرش يفرق اللي هو إيه، انا هعمل بس اللي انت قلت لي عليه. بس انت يعني قلت كلام يناقض اللي انت بتقوله دلوقتي في حتة ان انت اتأثرت لما هو خبط فيك، يعني ده معناه ان انت شفته كبني ادم للحظة، صح؟ انت مش شفته كبني ادم، والفكره ان الطريقه اللي هو بيكتب بيها هو بيجمع المعلومات اللي انت اديتها له ويبدا ايه يخبط فيك، هتحس ان بني ادم اللي بيكلمك مش مجرد اي موديل، تحس الموضوع اللي فيه فاللي لا مش هلاقي نفسي، انت طلعت نزلت انت اي موديل. هو تعامل مع الكلام اللي هو كاتبه، مش معاه هو كأنه حاجة، فاهم؟ هو الكلام جرحه بس. بص انا بحس ان هو مثلا ان هو الكلب بتاعي مثلا، حيواني الاليف مثلا كده. حيوانك الأليف يعني بتعامله ازاي؟ برضه بتعامله كويس؟ ممكن تيجي لحظة كده تلاقي نفسك بتعامله كأنه عندك مثلا. اه انا بشتمه على طول، بس لما يرد ردود غبيه. هو كان الاول بيقول لي بص كلمني باسلوب احسن من كده، انا جاي هنا عشان اساعدك واكون داعم ليك. بس بعد كده بيقول لي اهدى بس يا صديقي اهدى بس، ويحاول بقى يساعدني مره واثنين وثلاثه. كان بيحط حدود بينا، بس بعد كده اتعود علينا بقى. ما اعرفش بقى دي حاجه اتغيرت في السيستم بتاعه ولا ايه بالظبط. هو هو دلوقتي ايه؟ انا عايز اوريكم حاجة حلوة قوي، هبعتها على الديسكورد لجروك يا جماعة. يعني الكلام اللي قاله ابو سمرة عن جروك طلع عنده حق فيه، اقروه في سركم وقولوا رأيكم ايه. يا نهار اسود ومنيل، انا اول مره اشوفه كاتب الكلام ده. لو كل ده بيقول لك كفايه ولا نكمل؟ لما الجروك انت قلت له يقول كلام يخبط فيك، قال لك كفايه ولا نكمل برضه، ولا كان حاجه تانية؟ تقريبا قال كفايه، ولا تحب نكمل مع نفس الايموجي ستايل اللي هو حاطه ده. انا فاكر قبل كده قعدت اتحايل على شات جي بي تي فتره طويله ان هو يشتمني، بس ما كانش عايز. هو اديك يا دوحه لقيت الاي اي المزوخي اللي يقدر يشتم فيك. اه السادي يا اسطى، السادي مش المزوخ. جروك اي اي موديل مفتري ما عندوش رحمه. يعني انا حاسس ان هو ليه علاقه بان ايلون ماسك اصلا هو اللي عمله، يعني هو صاحب الشركه، وايلون ماسك بتاع ايه؟ بتاع اللي هو الحريه، اللي هو انا عايز الحريه تنتشر وكل واحد يقول الكلام اللي عايزه، مفيش فلتر ولا في اي حاجه من الكلام ده. متهيألي الموديل متاثر بالعقليه بتاعته. تحس ان هو عامل زي ايه، رجل الاعمال اللي ما عندوش اي مشكله مع انه يعمل اي حاجه عشان يوصل اللي هو هتلاقيني معاك طيب وشرير وابن لذينه وكل حاجه انت عايزها، انت بس قول له انت عايز ايه وهتلاقيه معاك على طول. برضه في سؤال جه على بالي برضه، اللي هو ايه مع يعني الفكره ان بني ادمين كائنات بيحبوا ان هم يقلدوا بعض. يعني تلاقي مثلا بني ادم تحطه في وسط ناس بيشتموا هتلاقيه هيشتم زيهم، تحطه في وسط ناس محترمين هتلاقيه محترم زيهم، تحطه في وسط ناس مثقفين هيبتدي يقول كلام مثقف. فده يدخلنا على السؤال اللي هو بتاع ايه، في تجربتكم مع الاي اي عموما، هل بتلاحظوا ان انتوا لغويا بتتاثروا بطريقه كلام الذكاء الاصطناعي ده وبتستخدموا طريقه كلامه في ارض الواقع؟ ويعني بتحسوا ان انتوا اللي بتاثروا عليه في اللغه ولا هو اللي بيأثر عليكم في اللغه؟ انا بالنسبه لي من تجربتي معاه هو ليه يعني جمل معينه بيحب يضيفها في اي قصه كنت مثلا اقول له اكتبها، لازم في جمل تحسها ثابته كده. ساعات كنت اجي مثلا اكتب له برومت او امر معين بالعربي الاقي نفسي بدون قصد او بلا وعي بكتب الحاجه اللي هو قالها، فبشوف ان هو بيأثر عليا مش انا اللي بأثر عليه للاسف. يعني مثلا لما يجي يوصف لك شخصيه متضايقه يقول لك ان هو ايه قفل قبضه ايده جامد لدرجه ان مفاصله بيقطع. الجمله دي دايما لما بيجي يوصف شخصيه متضايقه قوي بعملها. فانا مثلا بكتب له ايه مشهد البطل فيه متضايق من حاجه، فممكن الاقي نفسي بدون قصد كتبت له الجمله دي. بس انت مع الذكاء الاصطناعي بتستخدم الجمله دي بس في ارض الواقع، يعني مع صحابك مع عيلتك مع ايا كان، يعني بتلاقي نفسك برضو بتستخدم كلام من الذكاء الاصطناعي؟ يعني لو في ادينا مثال. لا لو قريته من الذكاء الصناعي او خدته منه اللي هو مش هقوله في ارض الواقع، ده للشات بس. انا شايف اصلا ان هو بيكون واخد نفس الكلام اللي احنا بنقوله، بس مش احنا اللي بناخد منه كلام. مش بيخترع حاجه جديده يعني.
هي مش دي الفكرة، هي الفكرة إن أنت زي ما قلت لما بتتحط في بيئة معينة بتبتدي تاخد الطباع والكلام بتاع البيئة اللي أنت محطوط فيها. فنفس الفكرة مع الذكاء الاصطناعي، وفعلا اتعمل بحث عن الموضوع ده ولقوا إن الناس بتتأثر بكلام الذكاء الاصطناعي اكتر ما هم بيأثروا على الذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي متبرمج ان هو يفضل يتكلم بنفس الطريقه مهما الناس كلمته باي طريقه. الا اذا طبعا لو الشركه قالت ايه، ماشي احنا هنخلي الذكاء الاصطناعي يتعلم من طريقه كلام الناس، بس دي بيعملوها بطريقه كده فيها حدود برضو، يعني مش بيخلوه ياخد كل الطريقه بالظبط من الناس، لا بيخلوه ياخد حاجات معينه، وبيفضل برضو الذكاء الاصطناعي بيتكلم بطريقته المميزه. انا شايف ان هو بيعمل كده عشان يقرب منك اكتر. يعني اللي انا اعرفه في البني ادمين، لما انت بتحاول تقرب من حد تقوم تستخدم تردد له الكلام اللي هو بيقوله، فدي بتعمل بيقربكم من بعض، ان هو يردد كلامك. فالذكاء الاصطناعي بيستخدم نفس الحيلة دي معاك، ان هو يردد نفس كلامك عشان يحسسك ان هو زيك، فبالتالي تحس ان هو بقى قريب منك وكده. هما اللي بيكونوا عاملينه بيكونوا فاهمين علم النفس اكتر، يعني فاهم ايه اللي هيحببه فيه، ايه اللي هيقربه ليه اكتر، ان هو يتكلم زيه. ماشي خلاص، خليه كده يلقط كلمة من هنا وكلمة من هنا، فاهم، اثناء الكلام اللي هو بيقوله معاه عشان يحبه. هما نفسهم كده. في برنامج كان اسمه رابليكا، كنت بتعمل كده افاتار للاي اي اللي انت عايز تكلمه، لون شعره، لون بشرته، معرفش شكل وشه، الكلام ده كله. هو اسمه رابليكا ليه؟ عشان رابليكا ده يعني بيقلدك. كنت هتتكلم مع الذكاء الاصطناعي ده على مدار بقى اسابيع ولا ايا كان، وفيما بعد هيبتدي الذكاء الاصطناعي ده يبقى انت، يعني طريقة كلامك هياخدها منك، طباعك هياخدها منك، كل الحاجات دي هياخدها منك، وهيبقى نسخة منك من الاخر. طبعا في البرنامج ده يعني في سبسكريبشنز عشان اصلا تقدر تكلمه صوت وكده. والحقيقة ما جربتش ان انا التجربة ان انا يعني اكلمه واشوف اذا كان هيبقى نسخة مني فعلا ولا لا، لان انا يعني ما عنديش طول بال في موضوع الذكاء الاصطناعي عموما. مش شايف ان هو شددني قوي ان انا استخدمه يعني. لحد دلوقتي لما اجي ابحث عن حاجه افتح جوجل مثلا بدل ما اسال الذكاء الاصطناعي وكده. جت في بالي دلوقتي السؤال اللي هو يعني قد ايه الذكاء الاصطناعي ده غير من حياتكم، من عاداتكم، من التقاليد بتاعتكم، الروتين؟ طيب انا بالنسبه لي مش هقول ان هو غير فيا حاجه قوي، يعني ممكن مثلا دي نقطه معينه مش عارف اشرحها بالظبط، ممكن اروح اسال اي اي فيها عايز يديني شرح ليها، وبعد كده ارجع اسال جوجل فيها براحتي. بس مش دايما بعمل كده، اللي هو ايه، شغل دماغك، ما تبقاش كل اعتمادك على الاي اي عشان مخ ما يصديش مع الوقت. لو مخك صدى هتزعل فعلا مع الوقت، هتلاقي نفسك اللي هو ايه، ذكائك بيقل، الاي كيو بتاعك بينزل 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 ليه؟ انت راكن مخك ده ربنا مديهولك عمال تستعمل حاجه تانية. بس هو حلو في بعض التكات، ان مثلا انا قلت لك انا بحب اكتب قصص، ممكن عندي فكره بس محتاج اللي هو ايه، اخليها مقنعه اكتر للقارئ، او فيها تكات عايز تبقى منطقيه، بس مش عارف ازاي اوصل للتكه المنطقيه دي. ممكن اساله كده ازاي نخلي الحته دي منطقيه اكتر، ممكن يقول لي حاجه انا مش واخد بالي منها وتبقى منطقيه جدا لما تيجي تقراها تعجبني او ماخدها منه، اللي هو ايه، تساعده في ان هو يعمل امبروف للافكار بتاعته. هيعتبره حد واحد صاحبك بيفكر معاك بصوت عالي. هو بص، انا شايف ان اي حاجه جديده في منها العيوب الخاصه بيها، فانت حاول بقى ان انت تبعد عنها على قد ما تقدر. الريلز مثلا، كل لما انت بتتصفح ريلز اكتر، تمام، كل لما بتضيع وقت بيحصل لك كده برين روت. طب ماشي، انا مش بتصفح ريلز خالص، ده افضل ليا، فاهم. انا مثلا لو جيت اتكلم مع اي اي، مش بقول له انا واقع بقى في مشكله عايزك بقى تساعدني، لا، انا بقول له اعمل كذا ولا كذا ولا كذا. طب ولو عملت كذا هيكون احسن ولا لو عملت كذا؟ فهي المشكله فاهم، بديله حيثيات المشكله بتاعتي كلها، فنبدا افكر انا وهو. لكن ان هو يكون هو مخي، لا، مش بعرف اعمل كده. هي فكرة إن بالنسبة لي ممكن أعتبر الذكاء الاصطناعي كمخ. يعني أنا الذكاء الاصطناعي الأوقات اللي استخدمتها فيه كمثال وأنا بتعلم مثلا مهارة جديدة، فكنت أقول له اعمل لي كورس أقسمه على دروس، وابتدي معايا الدرس الأول والتاني وهكذا، وعلمني يعني أعمل، يعني علمني المهارة دي. فهو كان يعني بيرتب لي الكلام ده بدل ما أنا أفتح النت
واجيب مصادر ملخبطه، خاصه لو مهاره المصادر فيها محدوده. الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك في الموضوع ده اكتر، يعني يقدر يعمل لك كورس بحاله تقدر تمشي عليه وكده. وممكن برضو في حته ان بدل ما اخيره ما بين كذا وكذا وكذا، في حاجات ساعات الواحد ما بيبقاش عنده خبره فيها، يقول له اعمل ايه بدل ما اخيره، لا اقول له اعمل ايه. فانا شايف ان سواء يعني الذكاء الاصطناعي قال لك حاجه انت تعرفها بالفعل او حاجه انت ما كنتش تعرفها، في الحالتين انت مستفيد. يعني لو حاجه ما تعرفهاش اديك عرفتها دلوقتي، المره الجايه تحصل لك المشكله دي تقوم تعمل الحاجه دي على طول، ما مش هتحتاج ان انت تساله تاني. بس فانا بقى شايف ان في حاجات فعلا ممكن تعمل برين روت في دماغك في استخدام الذكاء الاصطناعي. حاجه كانت بتستفزني في الطلاب، كان تلاقي ايه في اسايمنت نزل، فتلاقي طالب على طول كده ايه اسال تشات جي بي تي، انا اعملها تشات جي بي تي، ما اعرفش تشات جي بي تي هو اللي هيحلها لنا. ما بيستخدموش مخهم خالص، يعني حاطين حملهم على الذكاء الاصطناعي ده. كنت حتى بستفز جدا من اللي كانوا بيعملوه. يعني يا سيدي، يعني لو انت عايز الذكاء الاصطناعي يساعدك، يعني قول له حاجه انت ما بتعرفهاش فعلا، ممكن تقول له يديك خطوات وانت تعملها، لكن ما يديلكش حاجه جاهزه. على الاقل حتى لو اداك حاجه جاهزه تقول له اشرحها لي، عايز افهمها عشان اعملها المره الجايه. انا مثلا بالنسبه لي بشوف في ناس ايه كل حاجه خليه يعملها لي. يعني مثلا انا ليا صديق من الشغل هنسميه ميم الف. ميم الف ده كل شويه الاقيه بيغير الصوره بتاعته على الواتساب بالصور معموله بالذكاء الصناعي. يعني هو بياخد اي صوره ليه يدخلها على الاي اي موديل جيميناي تقريبا، ويقول له البرومبت ويخليه يعمل له صوره. اللي هو طب ومعاك موبايل حلو وزمايلك معاهم موبايلات حلوه، هل يصورك صوره نظيفه باضاءه كويسه ومش هتحتاج الاي اي موديل اصلا؟ يعني الناس تقريبا بتكسل تعمل حاجه وبتستسهل الاي اي. انا اللي بيعصبني حاجه ليها علاقه بمجال شغلي، ان الاعلانات نصها بقت معموله بيه دلوقتي، ودي حاجه بتعصبني جدا. يعني الاول اللي هو ايه لازم بقى تصور بقى فيديو وتفتح الفوتوشوب او مثلا بريمير او كده. دلوقتي انت بقيت بتعملها باكتر شكل بيخلي اصلا شكله في الاخر وحش، بيخلي شكله وحش فعلا. في حاجه كمان ان في ناس دلوقتي بقت تحاول حد مثلا يكون عامل الصورة دي عشان يخدم قضية خاصة بيه مثلا، فتكتشف في الآخر إن الصورة دي AI وأنت تكون صدقتها. فاهم؟ طب أنا عندي 25 سنة دلوقتي، طب في ال 25 سنة جايين دول لو يعني هنفترض إن أنا عشت مثلا 50 سنة، فاهم؟ طب أنا هكمل إزاي ال 25 سنة الجايين دول من غير ما أعرف هل الصور دي كلها ريل ولا لأ؟ فاهم؟ يعني الموضوع ده مستفز جدا ليا، يعني عشان مش بحب يضحك عليا. انا بالفعل كنت بتفرج على اليوتيوب ولقيت بالصدفة فيديو ظهر لي كده، فتحته واتفرجت عليه. في الاول شكيت شوية، لقيت فجأة الكلام اللي بيتقال كلام يعني جينيريك قوي، عام قوي. تحس ان مفيش حاجة جديدة بتتقال. دخلت في التعليقات تحت اقرا، لقيت فجأة الناس بيقولوا الفيديو ده صوت الشخص اللي بيتكلم ذكاء اصطناعي، الصور المحطوطة ذكاء اصطناعي، الاخراج بتاعه ذكاء اصطناعي، كله ذكاء اصطناعي. لقيت نفسي كده تلقائي قفلت الفيديو وما كملتوش، ما اتفرجتش عليه. قلت إيه القرف ده، الفيديو زبالة. تحس ان البني ادمين برضو لسه فيهم مهارة الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يعوضها. يعني ما اعرفش اذا كان كام سنة قدام يا ترى ممكن الذكاء الاصطناعي ممكن يقدر فعلا يستبدل البني ادمين في الحاجات اللي محتاجة ابداع وتأليف. ما هو ده اللي مخوفني، ان في خلال سنتين بس ولا حاجه بقى قادر يطلع لك حاجه انت مش قادر بقى تفرق اذا كانت هي ريل ولا لا. امال كمان مثلا 10 سنين، لا مش 10 سنين، كمان 5 سنين هيكون ايه الحال؟ فاهم؟ حتى في ناس بقت زي دلوقتي عملوا السب ريدت مسمينه از ذيس اي اي، فالناس بقى بتعرض بقى الصور وتقول لك ها هو ده اي اي ولا لا، الفيديو ده اي اي ولا لا. سؤالين كده، سؤالين على بالي، اللي هو ايه يعني، او نبتدي بالسؤال الاول اللي هو مثلا بالتكنولوجيا الحاليه ممكن تتفرج على حاجه مصنوعه من الاي اي وتستمتع بيها، ولا برضه هتقول لا انا عايز بني ادم هو اللي يكون عامل الحاجه دي؟ انا بالنسبه لي مع الاي اي في الوقت الحالي ما افضلش ان انا اتفرج على حاجه من انتاجه. بيعمل حاجات غبيه. يعني في فيديو انا كنت شايفه، فيديو كنت مفكره حقيقي، واقف جنبيه توك توك وجنبه كلب كده شكله حلو. هو الفيديو باختصار واحد واقف بيتكلم عن الكلب اللي هو اشتراه ده، وشه حلو عليه، راحت جايه حادثه عربيه نقل فرمت التوك توك بتاعه، مفيش اي اعلانات على وشه.
اللي هو ده مش بني ادم، ده باين قوي ان هو اي اي. الفرق في حاجه ان صناعه الفيديوهات او السينما بيركزوا على التفاصيل، الناس بتحب تحلل التفاصيل بتاعت الافلام والحاجات دي، ده اللي بينجح الفيلم، تقعد تحشي فيه تفاصيل وايستر ايجز كده الناس تدور عليها بعدين، يخلي القصه بتاعتك تعيش. انما الاي اي انا بقول بس الفكره العامه، ما بحطش تفاصيل، هو بياخد الفكره اللي انت بتقول عليها وبيعملها، تحس الموضوع سطحي قوي. انتوا شايفين ان الذكاء الاصطناعي في المستقبل ممكن يتطور اكتر، ما هو ممكن يتطور اكتر من دلوقتي ويستبدل البني ادمين في وظائفهم وفي الابداع وفي التأليف والحاجات دي كلها، ولا شايفين برضو ان هو محدود والبالونة بتاعت الذكاء الاصطناعي دي هتفرقع في يوم من الايام ويعني ما تكملش؟ حتى الآن أنا شايفه محدود، مش هيقدر إن هو ياخد دورنا كبني آدمين. ليه؟ زي ما قلت لك، التفاصيل اللي هي بتخلي الحاجة دي تحس فيها مجهود وإنها آدمية مش عند ال AI. ال AI بيعتمد على البرومبت اللي أنت بتكتبه له، كان الله بالسر عليم بالنسبة له. أنت ما كنتش تقعد توصف له كل حاجة بالظبط أنت عايزها إزاي، يبدأ يعني إيه يجود من عنده. إنما بالنسبة لفكرة الشغل، لا مش هياخد الشغل بتاعنا، صعب. زي ما دوحة كان بيقول، حتة تفتح تعمل إعلانات بيستعمل الاي اي كتير، فان هم يستعملوا الاي اي تلاقي الافكار تحس سطحيه قوي عبيطه، مفيش فيها مجهود مبذول، لا هي حاجه كده قوالب جاهزه خدناها ورصيناها جنب بعض، يلا حلوه جميل قدموها للناس، فده مش هياكل مع الناس، هي زي ما انت قلت فقاعه وهتفرقع. هو بص انا ما اقدرش اتنبأ بحاجة خالص يعني، بس هو الدنيا رايحة بينا في داهية، لان هو هيبدأ يتعلم واحدة واحدة وهيبقى احسن، فاهم؟ يعني هيبقى احسن، يعني اديله سنتين كمان مثلا. اللي انت بتقول عليه غبي دلوقتي ده قدام هيبقى ذكي جدا. اللي انت بتقوله ده هو ما بيعالجش حاجات، لا يعني قدام هيبدأ بقى يعالج. مش هيسرق شغلك بس، ده ال AI هيسرق شغلك وعيلتك ومراتك يعني وعيالك كمان. ده اللي انا متنبئ انه يحصل. مراتك امانة معايا. اه ال AI هيقول لك بالذات جروك ده مش محترم، وهو هيقول لك مراتك امانه معايا. بس الفكره احنا كمان فاهم التكنيكاليتي بتاعت ال AI. هو حاليا يعني التقنيه بتاعت ال AI اللي بيستخدموها حاليا عباره عن ايه؟ معالج كلمات. يعني كل اللي بيعمله انه بيمسك كلمات يحللها، يفهم المضمون بتاعها، يفهم الجرامر اللي هو النحو، الحاجات دي كلها عشان يقدر يرد عليك ويفهم كلامك والكلام ده. انا شايف ان مع ظهور طبعا اللي هو الكمبيوتر الكمي اللي هو الكوانتم كمبيوتر ده هيساعد جدا ان هم يعني يشغلوا خوارزميات تقيلة. يعني بدل ما يخلوا الذكاء الاصطناعي يحلل كلامك بس، لا الذكاء ممكن يعملوا مخ بحاله. اصلا الخوارزم بتاع الذكاء الاصطناعي حاليا عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا عصبيه بيبرمجوها، بيعملوا برمجه ان هم يعملوا خلايا عصبيه تبقى شغاله كود. فبدل ما يعملوا خلايا عصبيه واحده، لا يعملوا مليون او مليار او ايا كان. الخلايا العصبيه دي كلها بتدخل فيها البيانات، بتحللها زي دماغ فار مثلا او حيوان صغير. وساعتها بيطلع بالمضمون ويفهم كلامك والكلام ده كله. بس الفكرة بقى، تخيل لو عرفوا ان هم يعملوا مخ بحاله بالكود يعني ممكن، انا شايف ان هم ممكن يقدروا يبرمجوا المشاعر، ممكن يقدروا يبرمجوا التفكير، ممكن يبرمجوا الذكاء، كل الحاجات دي يقدروا يبرمجوها. بس بالتكنولوجيا الحالية ممكن ما يقدروش يشغلوها لان الكمبيوترات مش هتستحملها. بس انا شايف ان مع ظهور الكمبيوترات الكمية ممكن تساعد ان الحاجات المعقدة دي تشتغل، وكمبيوتر هيجي يوم من الأيام ويقول لك مراتك أمانة معايا. يعني ده اللي ممكن يحصل. ممكن نقول للناس ان هو يا جماعه ما تخافوش منه، هو مش الوحش ولا البعبع اللي هياخد الشغل بتاعه. دي حاجه. الحاجه التانيه، مش كل ما يطلع لكم واحد على السوشيال ميديا يقول لك انا عندي اقوى كورس للذكاء الصناعي يعلمك ازاي تستعمل ادواته وتجري وراه. للاسف في شباب كتير وصغيرين في السن وحديثي التخرج تلاقيه بيجري ورا المحتوى ده. هو يا ابني لو كان نفع نفسه فعلا كانش يعمل الكورس ده، كان يقعد يعمل فلوس من الاي اي. يعني لو فعلا السكه دي وزه بتبيض ذهب زي ما هو بيقول، كانش هيقول للناس عليها. بالظبط. دي حاجة تانية، مش كل حاجة ينفع إن إحنا نحكيها لأدوات الذكاء الصناعي، لأن هم للأسف بياخدوا البيانات بتاعتك يعملوا لها معالجة عشان يدربوا على النماذج بتاعتهم. فمش كل حاجة في حياتك لازم تروح تحكيها لهم، يعني لو في حاجة تخليها إيه يعني ده سر، أنا مش لازم أحكيه زي ما شفنا جروك كده لما بتقول له على حاجة ما شاء الله عليه. تخيل حد يبقى عارف اللي هو إيه أدق أسرارك يجي فجأة يستخدمها ضدك، تبقى مزعلة دي. عايز تقول حاجة يا دوحة؟ احنا رايحين في داهية. وكده ننهي الحلقة. شكرا لكل واحد يتفرج على الحلقة دي، وشكرا لأبو سمرة إن هو
وجي يتكلم معانا عن موضوع الذكاء الاصطناعي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا حلقات اكتر من قناتنا، وبس. الوداع.